مستر بوب، شعورك وانت بتوقع على عقد النهارده انك تبقى مدرب لمنتخب مصر الاول، ايه الشعور اللي حسيته؟ Excited. متحمس وفخور جدا. ما لقيتش ما خفتش؟ In football, you enjoy challenges. لازم تستمتع بالتحديات. It's exciting to come to ومن الجميل انك تيجي ان انا اجي لمصر the history of football here. بتاريخ الكوره اللي موجود في مصر. And especially because وبالذات طبعا the people here ان الناس هنا love football. عاشقه للكوره. كنت متوقع كم الكاميرات اللي موجود والاهتمام الاعلامي وان المؤتمر الصحفي يبقى فيه ناس كتير كده؟ It was a great turnout at the press conference. كانت حاجه جميله في المؤتمر الصحفي يعني. Again, it shows تاني بقول لك يعني بتبين عشق لكره القدم، عشق الناس لكره القدم، وانا عارف الاعلام هنا is very excited about يعني متحمس جدا عن الفريق ومهتم جدا بالفريق. موجود نفس اللي بيحصل يعني مثلا ما انت رحت دربت فريق في امريكا او المنتخب الامريكي، كان في نفس الاهتمام الاعلامي ولا بنسبه اقل، نسبه اكتر؟ ما اعرفش. الاعلام في امريكا is different than مختلف عن الاعلام هنا في مصر. So I will learn every day. فانا هتعلم هنا كل يوم. The media in the United States. الإعلام في الولايات المتحدة maybe a little bit calmer. ممكن يبقى أهدأ شوية. Not so excited. ما عندوش نفس الحماس، درجة الحماس. حسيت إن الإعلام المصري متحمس كده، من يعني الانطباع بتاعك كان سريع بأن الإعلام المصري فيه شيء من التحمس؟ تقدر تشوف وتحس الكلام ده واحاسيس الناس، تقدر تشوفها في كلامهم وتحسها في كلامهم. عايزين كل واحد عايز يسأل سؤال، كل واحد متحمس جدا يعني. ده يديك ايه؟ يديك احساس بايه؟ بانك تبقى عايز ترضي الناس دي، ولا تبقى خايف انك يحدث اخفاق، ولا ايه بالظبط يعني؟ لا يعني كل بلد مختلف، وبتستمتع دايما بالطريقة اللي الناس هنا بتفكر في المباريات وبتتكلم عن المباريات. يعني من المتحمس، من الجميل انك تبقى جزء من ده. This is a part from your press conference. You can watch yourself and watch how many يعني شوف ناس كتير جدا كانت حاضرة في المؤتمر، ومجموعة كبيرة جدا من الصحفيين ومقدمي البرامج والإعلاميين كانوا موجودين في المؤتمر. دي لقطات منه. يعني تفكيرك في مصر ده دي أول بلد أنت تسافر تدرب فيها خارج الولايات المتحدة، مش كده؟ فعلا هي أول مرة أشتغل في بلد مختلف. حس التجربة ممكن تبقى إزاي يا مستر برادلي؟ أنا بشتغل في المجال التدريبي. عايز في وقت معين لازم أروح، يعني كنت محدد إن أنا لازم أروح بلد تانية وتجربة تانية وآخد التحدي ده والتجربة دي. دربت لعيبه كتير في الولايات المتحده من جنسيات مختلفه، مش بس في الدوري الممتاز الامريكي. تخيلت ان ممكن في يوم من الايام مدرب من امريكا يطلب يدرب بره؟ حصلت قبل كده ولا دي اول مره؟ امريكي الجنسيه، مش برازيلي كان بيدرب في امريكا مثلا او دي أول مرة مدرب أمريكي يدرب خارج المنطقة يعني. دي تخيلت إنها ممكن أول مرة دي تكون مصر؟ Did you imagine that the first time ولا أنت كنت نفسك تبقى إيه؟ إيه اللي أنت عايزه من جوه؟
You don't imagine these things. ما تتخيلش طبعا الحاجات دي صعب انك تتوقعها يعني. When you play the game, زي ما بتلعب مثلا مباراة you react to each play because you don't know what will happen. بتنفعل مع كل لعبة لان انت مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده يعني. كان في دماغك دولة معينة نفسك تروح تدربها، ولا اي دولة انت كنت بتتمنى انك تخرج بره حدود امريكا تبقى مدرب محترف؟ I didn't have a specific idea. مش عندي فكرة معينة يعني. I was interested to see كنت مهتم اني اشوف what type of opportunities نوعية الفرص might develop. اللي ممكن تكبر. طيب احنا هناخد برضو مجموعة من الأسئلة اللي جات لك. المعتصم بالله باعت: لماذا وافقت على تدريب منتخب مصر رغم أن مصر تتراجع؟ هل أنت واثق من تحقيق إنجازات مع المنتخب؟ وعلى أي أساس ستبني منتخب مصر، من الشباب أم من الكبار؟ It is time ده الوقت ان احنا نبدأ نبني فريق جديد. لكن الفريق الجديد لازم يبقى فيه توازن برضو مظبوط بين اللاعبين الخبرة واللاعبين الشباب. كل الفرق لازم يبقى عندها التوازن يعني. فنفس السؤال مؤيد الدين يعني بيسأله، لكن بيضيف عليها: هل ستعتمد على قوام منتخب الشباب الأولمبي والطريقة، هل هتلعب ب4-4-2 ولا 3-5-2؟ اتفرجت على فريق الشباب اللي لما لعب في كولومبيا في كأس العالم، وكنت كان عاجبني ان هم لعبوا 4 مدافعين، لاني عارف ان انديه كتير جدا في مصر بتلعب ب3 ورا، وعارف ان المنتخب قبل كده لعب برضو على طول ب3 برضو ورا. فجزء من اللي احنا نحتاج نشوفه ايه احسن طريقه نلعب بيها. طبعا ده اهم من ان احنا يعني ان احنا مجرد ان احنا نحدد النهارده طريقه معينه. لا يعني لازم نعرف الاول اللعيبه ونحدد بعدها ونلاقي احسن حل ليهم. طب لو بعدنا شويه عن الكوره برادلي وهنرجع لها تاني، ما ينفعش يعني نبعد شويه بس نرجع، هي الكوره هي الاساس. مين هو بوب برادلي؟ كنت محظوظ إني أقدر إن يبقى عندي مشوار في حاجة، مشوار عملي في حاجة أنا بحبها يعني. لما كنت أصغر، لما كنت ولد صغير في أمريكا لعبت رياضات كتيرة يعني. Like what? لعبت باسكت، كرة سلة. أخويا كان لاعب بيسبول محترف. ففي عائلتنا عندنا بنلعب يعني عايشين زي في رياضات كتيرة يعني. كل يوم بنلعب حاجة مختلفة، بنتسابق في ألعاب مختلفة. لكن مع الوقت لقيت الكورة خلاص هي دي. في الولايات المتحدة احنا بنقولها سوكر، لكن طبعا هنا فوتبول يعني. طبعا بالنسبة لي كان عندي مدرب شاب كان مولود في إيطاليا اسمه Tony Benevento. Tony Benevento. And he saw me play. وشافني بلعب. And he thought that I had some talent. وتخيل إن عندي بعض الموهبة. Not that much. مش كتير يعني، مش موهبة كبيرة، لكن كان عندي موهبة. But he took an interest in me. لكن يعني عجبته. And that was really the beginning. وده كانت البداية الحقيقية يعني. Focusing on إن أنا أركز على رياضة الكورة.
when there was not many opportunities. ما كانش في فرص كبيرة professionally في ان انا العب يعني كمحترف يعني في التوقيت ده يعني. Because it was before Major League Soccer. لان ده قبل ما يتعمل الدوري بقى الكبير الامريكي طبعا اللي موجود دلوقتي. ونتيجة لده I started coaching when I was younger. بدأت ادرب وانا صغير برضه. And this is sometimes you hear stories. وساعات بتسمع قصص يعني where رافي بينيتز لما رافائيل بينيتز مثلا اصيب فبدأ ان هو بطل كوره بدري لكن بدأ ان هو يدرب بدري برضه. جوزيه مورينيو مثلا بدأ يدرب وهو شاب برضه. It was the same for me. فكانت نفس التجربه تقريبا بالنسبه لي. So I coached many different levels. فدربت في مستويات مختلفه كتيره. I coached in the university. دربت في الجامعه. But eventually هنتكلم على موضوع ما دربت في الجامعه لان ليها قصه مثيره عندك احنا نعرفها وانت ما حكيتها ليش. يعني انت ما قلت احنا عرفنا نجيبها. لما جيت قدمت ورقك انك تدرب الجامعه بالصدفه المدرب اللي كان ماسك الجامعه مشي. Yes. وبالتالي هم قبلوك على طول واصبحت انت مدرب الجامعه. So فعلا. Yes. It was the coach that I played for. ده كان المدرب اللي دربني يعني. And then he left. وبعد كده هو رحل. And they make the decision. وخدوا القرار انه يدوا الفرصه لمدرب لشخص شاب يعني يدوا له بقى الفرصه. So I was fortunate. فانا كنت محظوظ وقتها يعني. Eventually مع الوقت when Major League Soccer لما began بدأ بقى الدوري المحترفين لكرة القدم تركت التدريب طبعا بقى في الجامعة ودربت دي سي يونايتد فريق هناك طبعا في الدوري الممتاز. بعد كده شيكاغو فاير فريق آخر. بعد كده نيويورك مترو ستارز. Then Chivas USA. بعد كده تشيفاز يو اس اي كل فرق في الدوري الممتاز. And finally then I became the coach for the بعد كده اخيرا بقيت مدرب في فريق من دول حققت معاه بطولة او نتيجة كبيرة ولا كنت دايما بتنافس فقط؟ No, we had some very good teams. كويسة جدا يعني يمكن أول سنة ليا في شيكاغو. Chicago was a new team in the league. كان فريق جديد صاعد لسه في الدوري. And we won the double. وكسبنا عملنا الثنائية. We had a very good team. كان عندنا فريق كويس جدا. We had a mix. كان عندنا خليط of some veteran players. عندنا لاعبين خبرات. Peter Novak. منهم بيتر نوفاك كان من بولندا. Lubos Kubik. From Czechoslovakia. من تشيكوسلوفاكيا دلوقتي اللي هي تشيك. And we had وكان عندنا a very good group of younger American مجموعة من اللاعبين الشبان الأمريكان. والفريق مع بعضه كان كويس يعني تعامل مع بعضه كويس جدا وبالتالي كان عندنا عملنا موسم رائع. طب احنا عندنا تقرير عن مشوارك. نشوفه ونرجع نكمل حديثنا. أخيرا برادلي ابن العم سام مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة. ولد روبرت برادلي في 3 مارس عام 1958 في مقاطعة مانهاتن بيتش بولاية نيوجيرسي الأمريكية. لم يمارس برادلي كرة القدم كمحترف نهائيا بل مارسها فقط في المرحلة الجامعية نهاية السبعينات. ينتمي لأسرة رياضية صغيرة وبدأ مسيرته المهنية في عالم التدريب كمساعد مدرب بجامعة أوهايو ثم فيرجينيا. وفي عام 1996 عمل مساعدا ضمن الإدارة الفنية لمنتخب أمريكا للشباب ثم تولى تدريب بعض الأندية مثل شيكاغو فايرز وميزو ستارز. وكانت نقطة التحول الحقيقية في حياة برادلي عندما عمل مديرا فنيا لمنتخب أمريكا الأول منذ 2006 وحتى 2011. ومن أهم إنجازاته التدريبية التأهل لكأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وتقديم مباريات كبيرة مع منتخب بلاده أمام إنجلترا والجزائر. ولعب في كأس القارات وصعد بالمنتخب الأمريكي إلى نصف النهائي بعد فوزه على الفراعنة بثلاثية نظيفة. ومن أهم مميزات برادلي الشخصية يجيد بناء الفرق مثل ما فعل مع منتخب أمريكا وحقق معه تلك الإنجازات وهو ما يناسب منتخب مصر في هذه المرحلة. قراءة المنافس جيدا وهو ما ظهر في كل مباريات كأس العالم الماضية وكأس القارات.
لا يعرف المجاملات، وأكبر دليل على ذلك هو استبعاده للنجم الأمريكي ماك برايد لتراجع مستواه.